مشهد رقم 1، الكابتن عادل عمروش بيهاجم المغرب ومنتخب المغرب وبيقول ان هم عندهم بعض المحسوبيه فيما له علاقه بالتحكيم، وعندهم محسوبيه في اختيارات توقيت المباريات، وانا كتنزانيا بما اني مدرب تنزانيا كنت عايز العب معاهم بالليل ما رضوش، لعبونا الساعه 2 تصفية كاس عالم، والمباراه دفعت تنزانيا فيها بالكامل. مشهد 2 اللي معاك على الشاشه ده ايه؟ ده مايكروفون اون تايم سبورتس. بيسال الكابتن عادل عمروش بعد ماتش المغرب وتنزانيا وبيقولوا له كابتن عادل شايف الحظوظ الخاصه بمنتخب تنزانيا ازاي في المجموعه وموقف المجموعه؟ قالوا كيف يعني ازاي؟ ازاي مصري لهجه مصريه؟ انا ما اعرفش ايه ازاي باللهجه المصريه. بالله عليك يا اخي، لو انت بتتفرج عليا انت مغربي او جزائري او قطري او اماراتي او سعودي او اي جنسيه، هل انت ما تعرفش يعني ايه كلمه ازاي؟ مشهد 2. مشهد 3 ان الراجل ده بعد المشهد ده وبعد المشهد اللي هو خرج فيه، الراجل ده كان بيتكلم عن المغرب وهو في معسكر من منتخب تنزانيا، طالع سكايب مع قناه الهداف وهو في معسكر منتخب تنزانيا. فالمشهد الثالث الف ب يكون من جنس العمل، اللي هو ايه؟ الكاف يقرر ايقاف الكابتن عادل عمروش 8 ماتشات. فالاتحاد التنزاني هو انا لسه هستنى يرجع لي بعد ال8 ماتشات اقاله عادل عمروش من تدريب المنتخب التنزاني، والمساعد بتاعه يكمل البطوله ويكمل المرحله الجايه. ده موقف يا كابتن عادل ما يصحش، لا من مدرب صغير ولا من مدرب كبير، وانت مدرب كبير وراجل كبير. فانك تسيب معسكر منتخبك عشان تطلع تتكلم على منتخب المغرب، وبعد كده بلا داعي الحقيقه حتى من باب الهزار تقيله يا اخي انك تقول لمراسل يعني ايه ازاي انا ما بفهمش اللهجه المصريه. فكان لازم الجزاء يجي في الاخر ان المعسكر اللي انت سبته هو في النهايه اتحاد البلد اللي بيقتلك النهارده.